اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. والنهارده بقى الفيديو ده مخصوص للناس اللي بتقول في التعليقات ايه احنا مهما ننضف البيت مش بيبان عليه النظافه. طيب الاماكن اللي هقول لكم عليها النهارده دي ممنوع تحطي فيها اي حاجه، وفي افكار كتير في الفيديو. بصوا بقى، اول حاجه كده هتنزلي عند الناس المحلات بتاعه الاكياس دي، هتروحي او الورقيات يعني، هتروحي تشتري ب10 جنيه اكياس من اللي انت شايفاها دي. الكيلو منها عامل 90 جنيه. الكيس ده كبير جدا، بياخد بطانيه. تمام. فلو انت بقى عندك بطاطين بتاعت الشتاء الحافه، تقدري ان انت تطبقيها تطبيقه حلوه وتحطيها في الكيس ده. حتى لو هتغسليها الاول غسله حلوه كده وتلفي البطانيه، تحطي جواها صابونه وتحطيها في الكيس ده. عندك لبس مش لاقيه ليه شنط تخزين، الاكياس دي هتنفعك جدا جدا. بصراحه نفعتني. وكياس بلاستيك هترميها بعد كده، ولا بقى تروحي تشتري اكياس بطاطين اللي هي بكام وفي الاخر بتتقطع، ولا اي حاجه خالص. دول هتشتري ب10 جنيه وهيدوكي كمية حلوة. الكيلو منها عامل 90 جنيه. طيب فوق التلاجة ده من اماكن جذب الكراكيب. لو اتعودتي تحطي حاجة في المكان ده، انا علشان حطيت حاجة واحدة بقت ايدينا كل ما يكون مش لاقيين الحاجة، يعني مش لاقيين لها مكان، نروح جايين حاطينها فوق التلاجة. فالافضل ايه؟ نضفيه فوق التلاجة وما تحطيش اي حاجة تاني. وندخل بقى بعد كده على غرف النوم. اكتر 3 اماكن بيجذبوا الكركبة في غرفة النوم هي الكرسي، كرسي التسريحه. لو حطيتي اتعودتي ان انت تحطي عليه لبس، مجرد ان انت تحطي قطعه واحده هتلاقي اتملى هرم هدوم. فاتعودي ان انت ما تحطيش على الكرسي اي حاجه وسيبيه فاضي. العاده دي لما اتعودت عليها بصراحه الكرسي بيبقى شكله رايق كده ونضيف. تاني مكان بيجذب الكراكيب وهو بين الدولاب والحيطه. لو في فرق اوعي تحطي في الفرق ده اي حاجه. بصوا، لو انا مثلا دخلت الشنطه دي كده ما بين الدولاب والحيطه، هبص الاقي المكان ده ايدي هتتعود ان انا احط فيه حاجات، وبالتالي هيتحول لمكان كله كراكيب. فلما يبقى فاضي ده هيبقى افضل. علشان كده لما نيجي ننظف نلاقي نفسنا ايه، الاوضه رايقه. طيب تالت مكان في اوضه النوم وهو الشماعه. ما صورتهاش ليكم بس معروفه يعني. الشماعه بتاعت اللبس حاولي دايما تفضيها اول باول علشان ما تبقاش مصدر للكركبه والفوضى. طيب بعد كده بقى هندخل على المطبخ. في افكار كتير جدا. اول حاجة في المطبخ وهي المكان اللي هو تحت الحوض. قلت هروقه واظبطه معاكم بما ان ده من اكتر الاماكن اللي بيجذب الكركبه، ولكن مش هقول لكم طبعا ما تحطوش فيه حاجه، بس على الاقل ان احنا على طول نروقه اول باول. علشان هنبص نلاقي مثلا ايه، بصوا في هنا اهو عندي مسحوق، كنت شارياه سايب كده، فكان في كيس ده كان بواقي مسحوق عندي يعني. فلقيت البرطمان ده، انا البرطمان ده دايما بحط فيه المسحوق، يعني هو بتاع كده اصلا بحط فيه المسحوق اللي هو العادي. اما المسحوق الاوتوماتيك في الكيس الكبير اللي انتوا شفتوه من شويه برضو هفضيه في علبه كبيره. فانا علشان بس بغسل اوتوماتيك، فالمسحوق العادي عندي بيبقوا شويه صغيرين فبحطهم في برطمان زي كده. والزهره برضو انا حطاها في برطمان كبير اهو عندي، بقالها ما شاء الله يجي 2 اهيت لسه ما خلصتش. وايه تاني بقى حاجه عايزه اقول لكم عليها، المنظمات المكشوفة. المنظمات المكشوفة زي العلبة اللي هتشوفوها معايا دلوقتي دي من اكتر الحاجات، من اكتر المنظمات السيئة جدا في جذب الكراكيب. هتبصوا تلاقي ايديكوا اي حاجة في ايدك هتبصي تلاقيكي بتحدفيها فيها. طيب هعمل ايه؟ هجيب الحاجات اللي هي في المنظم المكشوف دي، هفضيها كلها واشوف انا محتاجة ايه ومش محتاجة ايه. وطبعا اي حاجة انا مش عايزاها، اي علبة فاضية هتخلص منها على طول. وهجيب بقى العلبة اللي هي انتوا شايفينها دي اللي انا بفضيها. العلبة دي فيها حاجات رفايع مطبخ، فالرفايع دي انا هفضلها درج هقول لكم فين دلوقتي. وهستغلها. العلب دي ليها غطيان، فالعلب اللي بغطا بقى هتبقى افضل ان انا احط فيها الحاجات الرفايع اللي هي بتتحط فين، اللي هي تحت الحوض. بدل ما احطها في منظم مكشوف، لا انا احطها في علبة. طبعا بيبقى عندنا ايه، مثلا عندي صابون بلدي، عندي مثلا فرشة، عندي حاجات، فبيبقى فرش كتير، في حاجات كتير بتبقى متنوعة كده يعني. فعايز لها ايه، علبة لوحدها. فالعلبة مغطى بتبقى افضل بكتير من المنظم او العلبة المكشوفة. تمام. دول شوية الحاجات اللي لقيتهم في الاخر اللي هم هيترموا. غطيان ازايز، لقيت ازازة مكسورة كده. طبعا المنظمات دي كلها اتغسلت واتنشفت خلاص، فهاخدها ارص فيها كل الحاجات اللي عندي.
عندي برضو هلاقي علبتين شبه بعض، فهفضيهم في قلب بعض. يعني دي العلب بتاعت غسالة الاطباق، مسحوق غسالة الاطباق، ففي شوية صغيرين في علبة فضيتهم في العلبة التانية، وبقى عندي كده ايه العلبتين في علبة واحدة، وهرمي بقى الاولانية. طيب الاكياس بقى اللي انا قلت لكم عليها نشتري ب10 جنيه اكياس، في الاول انا اشتريت ب20 جنيه. عملوا معايا شوية حلوين يعني. دول بقى هتستخدميهم برضو في ان انت تلمي فيهم الحاجات اللي موجودة عندك بقالها كتير ومش بتستخدميها، بس هي حاجات مفيدة وانت عمالة تقولي ايه لا مش هرميها لان انا هحتاجها، بس في نفس الوقت هي عندك بقالها فترة طويلة وما استخدمتهاش برضو، فتعملي ايه؟ هتلمي كل الحاجات اللي انت مش بتستخدميها دي في قلب كيس كبير، وهتشوفي لو انت حاجة مثلا هتقدري ان انت تديها لحد تاني يستخدمها تمام. لو انت بقالك فترة مش بتستخدميها وشاكة ان انت هتقدري تستخدميها تاني، خلاص حطيهم كلهم في كيس كبير كده او في كرتونة لو عندك. انا عايزة اقول لكم ان انا حاطة حاجات المطبخ نصها كده في كراتين وشايلاهم في المطبخ التاني. فانتي بقى هتعملي ايه لو مش عندك كراتين؟ مثلا الاكياس دي هتستخدميها في كده، هتحطي فيها الحاجات اللي انتي ما استخدمتهاش بقالك فترة طويلة، وتبعديهم مثلا حطيهم في مكان بعيد عن المطبخ. واي حاجة هتحتاجيها بقى هتروحي تجيبيها منهم، بحيث ان انتي تعرفي انتي هتحتاجي ايه فعلا. تمام، فما يبقاش انتي حاطة عندك حاجات كتير في المطبخ والدنيا مترتبة والحاجات دي اصلا انتي مش بتستخدميها، وكل فترة بس بتطلعيها تفضلي تنضفي فيها وتدخليها تاني. لا، لما تقعد فترة طويلة بره وانتي ما استخدمتهاش يبقى انتي تعرفي كده. لو قعدت مثلا سنة وانتي ما استخدمتهاش يبقى خلاص، يبقى انتي بقى ايه هترميها هتديها لحد، يبقى انتي عرفتي ان الحاجة دي انتي مش محتاجاها اصلا. تمام. هنا بقى جبت البوكس اهو بعد ما غسلته وحطيت فيه ايه كل الحاجات اللي انا قلت لكم، الفرش والحاجات اللي هي الصغيره. والبوكس التاني اللي زيه، البوكسات دي حلوه قوي وكنت شاريها رخيصه يعني، بس شاريها من فتره كبيره، كان الواحد عامل 25 جنيه، دلوقتي يعني ممكن يبقى عامل 50 او حاجه. حطيت المسحوق الاوتوماتيك في التاني، الاتنين شكل بعض في شكلهم كويس، ونظمت تحت الحوض بالشكل ده. بشوف اكتر حاجتين بيسببوا كركبه في المطبخ وهي الحاجات اللي موجوده في اكياس بلاستيك، وكمان العلب الفاضيه والبرطمانات بتاعه المربى والصلصه والحاجات دي. طيب هقول لكم على حاجه انا اتعلمتها من تيتا وانا صغيره، لما كنت اقف كده معاها في المطبخ كنت اشوفها كل ما برطمان عندها يفضى وتغسله وتنشفه، ابص الاقيها تدور على اي حاجه موجوده في كيس، وابص الاقيها تروح جايه معبيها في قلب البرطمان ده. فكان دايما كل حاجه عندها محطوطه في برطمانات كده وشكلها منظم وشكلها حلو، فالحاجة دي انا اتعلمتها منها. فبالتالي انتي اتخلصتي من حاجتين بيسببوا كركبة لحاجة واحدة شكلها منظم وشكلها حلو. حتى لو البرطمانات دي كانت بتاعت حاجة تانية بس شكلهم في الضرفة هم كلهم مرصوصين كده بيبقى شكلهم منظم، احسن ما تكون الحاجة في اكياس، واحسن ما العلب تفضل مرمية فاضية وفي الاخر برضو بنضطر ان احنا نرميهم. بالنسبة بقى للبقوليات، لو عندك مثلا فاصوليا، لوبيا، حمص، انا عندي هنا فاصوليا وحمص، دول بدل ما تحطيهم في برطمان والكلام ده لا، الافضل بقى ايه انقعيهم، وبعدين يا اما تسلقيهم وتعينيهم في الفريزر وهم مسلوقين، او تشيليهم كده وهم بعد ما يتنقعوا، بحيث ان انت لو حبيتي تسويهم في اي وقت يبقى هم فعلا منقوعين وتطلعيهم على التسوية على طول، او تسلقيهم. انا بحب اسلقهم نص سلقة كده وبعدين احطهم في الفريزر، بدل ما ايه احط في علب وبعدين ارجع مثلا احتاجهم على فجأة، فيعني لسه هيتنقعوا كده فيبقوا منقوعين ومحطوطين في الفريزر افضل. هنا بقى علب الحفظ بتاعت البقوليات، العلب دي لازم لما تيجي ترتبي مثلا المطبخ او بتعملي حملة ترتيب او كده، حاولي ان انتي تفضيهم وتعبيهم من جديد، بس تفضيهم طبعا تغسليهم وتنشفيهم كويس جدا. انا غسلهم من اليوم اللي قبلها، غسلهم من امبارح وسبتهم يتصفوا خالص ما فيهمش ولا نقطة مية، وبدأت ان انا اعبي فيهم من جديد. ليه بقى؟ هتبص تلاقي في الحركة دي ان انتي عندك حاجات ما استخدمتهاش بقالك فترة طويلة جدا، فلما تفضيهم بالشكل ده انت بتعرفي ايه اللي سليم. ممكن تلاقي حاجة اصلا لما تفضيها تلاقيها مش سليمة. تمام، فهتلاقي حاجات كمان ما استخدمتهاش بقالك كتير، يا اما هتديها لحد يا اما هتتصرفي فيها بقى هتطبخيها يعني. تحاولي ان انت تفضي العلب دي، اغسليهم وعبيهم من جديد. الحركة دي هتخليكي تكتشفي الحاجات اللي انت ما استخدمتهاش بقالك كتير والحاجات اللي هي ممكن تبوظ عندك او باظت بالفعل. طيب اخر
اخر مكان بقى بيلم الكركبة وهو التربو، لو انتي مش مخصصاه لحاجات معينة. يعني انا لما كنت مثلا عاملة درج للفوط المطبخ، عاملة درج الكذا درج الكذا، كان مترتب. لما عملته بقى اللي هو بحط فيه اي حاجة وخلاص، لملي بص لملي كركبة. فانا هفضي كل اللي فيه ده واحاول اخصص الادراج، لان ما بحبش الادراج اللي هي بتبقى متنوعة اللي هي بتلم كل حاجة دي، فبتلم لي كراكيب فعلا. لا انا هرتب واشوف انا محتاجة الادراج دي في ايه بالظبط، واحاول ان انا ارتبها، وهرتبه معاكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. علشان انا كده الفيديو بتاعي خلص النهاردة، يا رب يكون كان مفيد ليكم، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.